في نقط انت انت بتتكلم على كلام انا وعلى لساني صح؟ على الاثنين مالكش دعوه بالزمالك دلوقتي ازاي؟ عشان انا اللي بتكلم على الاهلي. طيب ما هو نفس الفكره سيدي انا شخصي في الاهلي والزمالك يا الله جماعه يا عشان انا ما اختلفتش احنا دلوقتي انت بتتكلم لي في مكسب وخساره. انا بعت حمدي بص شكلك الدنيا بالراحه لفه معاك انت يا كابتن والله لفه معاك لفه معاك انت جامد شكلها والله لفه معاك انت بعت حمدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم محمد منير من قناه كوره اونلاين. دلوقتي يا جماعه معانا فيديو مشاده بين وائل الاباني وشفاع فضيل وابراهيم سعيد على صفقه امام عاشور، وكانت مشاده قويه جدا. ده يقول لا لفت معاك، وده لا لفت معاك، لا لفت معاك انت. طب نشوف الفيديو ونرجع تاني نشوف ايه اللي اتقال في الفيديو ونرد عليه. هو باع حمدي فتحي بكام؟ 3 مليون تقريبا. وجاب امام بكام؟ ب3. ده مش استثمار، ما كسبتش. لا انا مش بتكلم على استثمار، انت بتتكلم على ايه ده فكر. ثواني بس ثواني اولا بس انت استثمرت في لعيب. ما انا بقول لك استثمرت في لعيب في سنه. استنى ميرو النبي بس. ايوه اولا لا استثمار كويس ليه بقى؟ اول ما نقول بس حاجه حمدي فتحي سنه كام؟ نتكلم عن النادي الاهلي بلاقيك لا والله سيبك تتكلم على الزمالك. انا بتكلم صح، انت بتتكلم على استثمار مادي. السن بص يا باشا، انا حمدي فتحي سنه كام؟ الاستثمار اسمه مادي ولا اسمه معنوي ولا اسمه ايه؟ استثمار اسمه مادي، لان هو حتى امير في السؤال، انا فاهم السؤال كويس. امير في السؤال قال لك ايه؟ دولاري، مش بتدخل دولار، مش بني ادمين. انت بتتكلم دلوقتي في السن، حمدي فتحي سنه قد ايه وامام سنه قد ايه؟ الراجل بيتكلم على دولاري. انا سالت سؤال معين عشان اعرف اجاوب عليه، تمام؟ قلت له باعوا بكام واشترى بكام؟ باعوا ب3 اشترى ب3. ايه الاستثمار هنا؟ كسب 3 بشويه. تقول بقيه الصفقات اللي باعها. طيب لا استنى، طب انا عندي واحده لا انا برد على واحد. بص هقول لك بس حاجه. انا برد على واحد. دلوقتي هو جاب سيره حمدي، فانا جبت سيره مين؟ مشى حمدي عشان يجيب امام. كسبت منه؟ لا خلاص اقفل الصفحه دي. لسه بقى نجيب الباقي. هات الباقي ماشي. انت فاهم؟ محمد شريف اصلا اللي انا اعرفه انه ما كانش عايز يجدد، فهو قال لك بيعه لانه مطلوب افضل، لان هو مش عايز يجدد. هل الراجل رفض تجديده؟ مين؟ شريف؟ لا كان عايزه يجدد. كان عايزه. هو اللي رفض النادي وقال العرض صح. يبقى لازم نقول كده، ما ينفعش. طب دي حاجه تحسب، ماشي ان هم باعوا طالما اللاعب مش عايز يجدد استفاد منه. ما هو جاي له عرض، هو مش راضي يجدد، تمام، وجاي له عرض، طبيعي ان انا ابيعه. دي مش شطاره بالظبط. احنا على فكره في بلس 90 قلنا ان اللاعب مش عايز يجدد. شطاره، بس عشان الشطاره لازم تيجي من عندنا. انا مش بتكلم في شطاره ولا مش شطاره، انا بتكلم على مبدا. انا بتكلم على مبدا. ما ايه انا دلوقتي عندي ازمه مع اللاعب بتاعي، اللاعب مش عايز يستمر، تمام، استفاد منه. ما انت لسه قايلها انت نفسك. في اي واحد بس استفاد منه ماديا ولا اسيبه لغايه ما عقده يخلص. ما دي طبيعي، ما خلاص هو مش عايز يجدد وجاي له عرض. خد بالك لازم تفهم حاجه، هو كمان مش عايز وجاي له عرض. ما اي واحد كده في الدنيا هيعمل ايه؟ يقول لك لا استفاد بالفلوس. يعني مش شطاره. لو جيت لنا كوائل اباني اقول لك كده، لو الزمالك لو المحله لو مش عارف حلو، يعني ده المفروض الطبيعي. ده الطبيعي. طب ليه نادي الزمالك ما يعملوش مع زيزو؟ نادي الزمالك ما يعملوش مع زيزو لان هو دلوقتي زيزو عقده ممتد، تمام؟ انا ما بجددش معاه وهو رافض او مش رافض، هو لسه فاضل له 2 سنين. تمام. وزيزو ما قالكش انا رفضت. اوكي، احنا لسه بنشتغل في حاجه معينه. زيزو رافض. زيزو رافض، فاضل له 2 سنين عندي. 2 سنين مش قليل. بس خد بالك كمان النادي الاهلي مش قليل يا كابتن وائل، ده السنه الجايه يمضي في يناير. طب استنى بس، لا مش قليل ازاي؟ ليه؟ هيقضي 1.5 سنه وبعدين يمضي. مين ده؟ هي السنه دي السنه الجايه امضي مع اي حد يا ابني. ما انا فاهم 1.5 انا في الحساب. طيب. كويس. طب ما هو سنه، اسمع بس، هيلعب سنه كامله ماشي و6 شهور كاملين، ومن حقه بقى يمضي ويلعب ال6 شهور التانيين بعد ما يمضي. ازاي يعني؟ نعم، ايه اللي ازاي؟ على فكره انت ايه يعني ما هي سنه وال6 شهور التانيين ويمضي في يناير. والله انت ما مركز. والله انت اللي ما مركز يا ابني. ما هيلعب سنه، فاضل له 2 فاضل له 2 هيلعب سنه كامله. انت اتشديت قوي لما جت سيره النادي الاهلي. لا والله تاني حاجه يا كابتن هو اللي اتشد. مش سالت السؤال يا كابتن امير لو سمحت. اسمع يا شريف بس الاول عشان يا شريف ما خليك كابتن امير لو سمحت رد. انا خليك كمل. طيب خليك. لا عشان هو اتكلم في كذا حاجه. اولا سخن قوي لما اتكلم جت سيره محمد شريف النادي الاهلي. لا ما انت سالت السؤال يا حبيبي. استنى بس انت برضه مش فاهم. لا انت اتكلمت في نقط. بص اسمع بس، انا ما قلتش لا. بص احنا على فكره الموضوع مش الشطاره مختلفه، تمام؟ والمفروض عليك دي حاجه ثانيه. يعني ايه الشطاره؟ ده انا عندي لعيب اسمه محمد حمدي
في 2001 انا بايع ولزد ب 4 مليون جنيه، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي لعيب في انا الجيش، عايز انا عندي لعيب في الجيش جاله 5 مليون جنيه 2005. طب ويعني ورفضنا. انا بعت انا اهو، انا بدخلك فلوس اهو يعني. لا هو انت قلت ده ايه اقل يعني؟ واحد عندي. اسمع بس، ماشي انت بص يا يا نجم، انت رفضت بس وهو بس وافق. بس. اسمع هو قال ايه يعني انت قال رفضت؟ لما طب جاب دي سيره شطارة منك 4 يعني؟ مليون قلت له طب ما انا جالي 5 مليون ورفضت. قال لي طب وايه يعني؟ ايه يعني جالك 5 مليون؟ لا طب هو انت ايه يعني بيتكلم على جالك 4؟ الفلوس اللي دخلت. اسمع يا بس كابتن ليه وائل، بقى؟ انت بتتكلم لان ان انا انا عارف ابو مفيش فلوس 5 مليون بتخش. ده هيجيب لي 80 مليون. يبقى انا خسرت يا باشا. زي كده عشان كده انا رفضت. زي ما انت بعت امام تمام؟ عاشور كده. انا بتكلم على وائل الاباني. انت بتكلمني انا ولا بكلمك بتكلم في مين؟ نقط انت ايوه انت بتتكلم على كلام انا وعلى لساني صح؟ على الاثنين. مالكش دعوه بالزمالك دلوقتي. ازاي؟ عشان ما انا انت اللي بتتكلم بتكلم ليه على الاهلي؟ طيب ما هو نفس سيدي الفكره. سيدي انا شخصي. في الاهلي والزمالك يا الله. جماعه. يا شريف انا شخصي، انا بتكلم بشخصي صح؟ ماشي، اتكلم وانا اللي بشخصي. اتكلمت عن النادي الاهلي صح؟ ماشي. طب انا كلمت بلساني صح؟ ماشي. انا لما بتكلم بلساني دلوقتي وبقول ان هيكسب وبتاع بتقول جبت سيره نادي الزمالك، انت مالك ومال الزمالك؟ ايه اللي نادي الزمالك؟ الزمالك ما قالش، انا اللي قلت. انت قلت ايه يا كابتن وائل؟ بخصوص ايه بس عشان نبقى هو فاهمين؟ ايه؟ بخصوص دلوقتي ايه انا بس بتكلم بالراحة، على بخصوص موضوع ايه؟ اللعيب فاهمني؟ وبقول لك انا رفضت عشان يكسبني 80 مليون. قال لك الزمالك ما عملش كده ليه؟ انا مالي؟ انا بقول لك عندي انا. انت انت جبت سيره بتتكلم الزمالك ايه عندك؟ كجيش كطلع جيش يعني. ايوه كعندي انا. اوكي ايه اللي جاب سيره الزمالك دلوقتي يعمل ولا ما يعملش؟ انت دي براحتك، ما انت مش مش عايز تبيعه براحتك، انا مالي. يا نجم ماشي انا ما اختلفتش. احنا دلوقتي انت بتكلمني في مكسب وخساره، انت انا شكلك بعت الدنيا حمدي لفة معاك. وجبت. بص شكلك كابتن وائل، الدنيا بالراحه لفة لفه معاك انت يا كابتن والله وائل، لفة اسمعني معاك. بس. لفه معاك انت جامد شكلها والله لفة معاك. بص، انت بعت حمدي فتحي صح كده؟ بتقول لي جبت امام عاشور، يعني كسبت ايه؟ بعت واحد زي محمد حمدي ده لسه جاي على ما فكره. تجاوب الاول على دي ايه هي دي؟ اللي هي امام بحمدي. ايوه ثواني لا، انا لا، قلت لا، على انا دي. بقول لك طب اهو. ثواني، انا طب بس خلينا نقطة ناخد بس، راي بس. كابتن انا ابراهيم. جبت اتفضل يا لعيب كابتن ابراهيم. بعت لعيب ثواني سوبر، بس يا جبت جماعة. لعيب سوبر اصغر منه. اصغر منه بس. تمام كده؟ انا بتكلم هات لي يا بقيه باشا، هو اللعيبه. بيتكلم لا اله يا الا حبيبي الله. احنا هو ما كلامه خلاص بنتكلمش. يا كابتن وائل، ما ليه؟ نسمع ما هو كلامه. اللي قال انا استثمار عشان دولاري. سالته، انا يا جماعة سالته في برضه. حته لا الاستثمار. لا لفه معاك انت كله شايف على المشكله لا، يكون ده في هي لفة استثمار؟ معاك. والله بس لفه يا معاك جماعه كله. بالراحه بالراحه بس يا جماعه. والله انت ما دلوقتي ينفعش. والله العظيم لفه لا معاك. لا لا هو مش القصه عارف كلها أسأل. القصه كلها انا ده ماليش دخل بالدولار ولا القصه دي خليها على جنب. انا لما امير سالك فانت بتتكلم على حمدي فتحي مشى يعني الفلوس بتاعت حمدي فتحي جاب بيها امام. فانا رديت عليك في نقطه ان هو مشى واحد سنه كبير عنده 31 سنه. لا لا حمدي 28 29 29 سنه. جابوا امام عاشور كام سنه؟ 24. فيقدر يستثمر لعيب فيها. دولي، لعيب منتخب، بس هو ده اللي لعيب بتكلم سوبر. فيه. جميل. وحمدي مش لعيب دولي لا ولا اله الا الله. بتكلم بس في النقطه بقول دي. لك ده لعيب سوبر أولاً، وده لعيب سوبر. طب ممكن ثواني ما هو خلاص خلي كده يا بالك، كابتن ما هو وائل. خلي جبت لعيب اصغر كمان شويه. ممكن تمام. اتكلم تمام بقى في كده؟ في حاجة اسمها- وصفقه جماهيريه. طيب انت اللي سالتني لا بس هو الاهلي ما فكرش فيها كصفقه. طب انا اقول لا. لك على حاجه. اضافه يعني كان في ليا. جزء من بص جمهور يا الاهلي جماعة، هي رافض برضه بصراحه. شريف، كان في شريف، جزء من جمهور الاهلي لا، كان ما رافض. اصبر. معلش يا امير سوري اتفضل يا كابتن. بهدوء. انت اللي سالتني السؤال ولا هو صح؟ هو اللي سأل اسمع السؤال، اسمع ماشي. بقى السؤال قال ايه؟ ماشي. قال النادي الاهلي ايوه. بيعمل استثمار دولاري. يعني جاب سيره الفلوس ولا ما جاب سيره الماده؟ ما انا اتكلمت اهو حلو. محمد اسمعني حمدي بس اللي انا يا قلته ده حبيبي، ايه؟ اسمع. مش 4 طيب، مليون اسمع جنيه. طيب ماشي يا خلينا باشا. نسمع طيب. ما ثواني. تسمع طب اتفضل يا بالراحة. كابتن. احنا هنعيد اتفضل يا الكلام كابتن. ليه؟ لا استنى. استثمار ايه بقى؟ دولاري يعني فلوس حلو صح؟ حلو. ما قالش استثمار بشري اللي هو ايه؟ اخد اسيب واحد سنه كبير واستفاد بواحد سنه ده صغير ضمن صح؟ المميزات يا باشا انا لا انا بجاوب على السؤال يا ابني. هو انا بجاوب على هو السؤال. بيرد على السؤال بالنسبه لا، هو للنادي. بيرد على السؤال من بالنسبة وجهه للنادي. نظر أنا انا برضه برد كابتن على شريف. السؤال دي من انت سمات ليه؟ السؤال برضو، من صفات هو الشخص اللي اللي انت سأل جايبه ده يعني. عنده كذا صفه. يا حبيبي هو ما ماشي، سالنيش قال لي أوكي. كذا انا بسال صفه. دلوقتي كمل يا على كابتن. يعني الفلوس. هو أنا بسأل دلوقتي على لما الفلوس. يقول لي بص اتفضل يا هو كابتن لما وائل. يسالني سؤال طيب هل هو ما استفادش بالعمر الزمني يعني بالسن؟ لا استفاد. ساعتها انا اجاوب اجابه ثانيه. حلو. يلا، انت جاوب. بتجاوب على الفلوس انا دلوقتي. بجاوب على اللي على قاله. الفلوس. انت بتتكلم برضه عن- عشان مشدود فما لا، ما فهمتش. لا، انت بقى موجود تكمله والله. سؤالي ايه؟ ما انا قلت انت لك لما محمد كابتن شريف إبراهيم برضه. بيتكلم لا انت انا قلت اتشددت. لك محمد شريف ما طلع بمليون و800 الف دولار في نفس السؤال طب يا قلت سيدي لك. بقى، قلت لك ايه؟ ما انا لازم قلت لك ايه؟ ان شريف رفض يجدد. انت اصلا كنت طالبه صح؟ وجاي له عرض. طبيعي يا شريف لو حصل لك كده هتعمل ايه؟ هتسيبه صح؟ طب ما ماشي. اختلفتش اهو عادي. كسب النادي الاهلي؟ كسب النادي الاهلي. اوكي انت فاهم؟ بالظبط تمام. خد بالك الاهلي ما بياخدش خطوه في بيع لعيب غير لما يبقى مجهز البديل. يا سيدي انا ما عنديش مشكله. فاهم بالجهاز قصدي؟ ولا يعني مش حتى بالجهاز. لو دي في مش اختلاف قصتي. ما بين شريف مثلا، انت مشدود لوائل. انتوا اللي مشدودين والله ولا أصل مشدودين واحد- ولا ولا شد ولا واحد حاجة. ابراهيم بيتكلم راح جاي واقف. لا ده ابراهيم هو اللي قطع الكلام. انا ما قطعتش يعني إبراهيم لما والله بيتكلم- والله ما اسمع، قطعتش. ابراهيم لما بيتكلم
بيتكلم على حته الزمالك ما انا معاه ليه؟ لان بيقول حاجات صح. طيب ما ده طب انا دي حاجه تساعدني على فكره، انما انا بتكلم في الصالح العام وماليش في الصالح الشخصي. انا لما جاوبت على السؤال ده انا برضه بجاوب صح.
لا انا السؤال متحدد بطريقه معينه. اوكي انا فاهم السؤال جاي ازاي. لا يا كابتن وائل، السؤال ما بيبقاش كده. السؤال لما اجي انت ليه انا طب ما تسال انت خلاص. قلت قيمه دولاريه يبقى السؤال لو مش كده قول لي امير. طيب ماشي. عشان بتكلم على توتال صفقه امام سوري حمدي لما وشريف. حصل ان وائل انت سالت سؤال لغايه هنا، لما حصل انه ابراهيم واتدخل هنا السؤال اختلف بقى، بدا هو ياخدنا في حته ثانيه. انا ما خدتكش في حته ثانيه والله. انا ما دي كملتش اصلا اطول اجابه لسؤال في تاريخ الاعلام. انا اصلا ما كملتش بقيه الاجابه، هو قاطعني. وبعد ما رجعنا يا جماعه وسمعنا الفيديو واحده واحده كده، هو بيتكلم عن الاستثمار، بيقول لك مش السن ولا. طب يا جماعه، طب ما هي بالعقل كده. انت هو قال لك عن الاستثمار، يعني الدولار، يعني الفلوس، زي يعني اباني بيتكلم عن الفلوس. ماشي يا اباني، يعني انت ذكي قوي يا اباني، ماشي. هم برضو ما عرفوش يردوا عليك. عندك امام عاشور دوت لما يتباع، يعني دلوقتي 24 سنه ولا 23 سنه امام عاشور، والتاني 29 سنه، يعني عقبال سنتين يبقى دخل في 31 سنه. يعني شكرا، يعني شكرا. المجهود وكل حاجه، كبيع كسعر ككل حاجه. اما بقى كمان سنتين امام عاشور هيبقى عنده كام سنه؟ 26 سنه، 25 سنه، 26 سنه. طيب انت جايبه بكام؟ 3 مليون، بس هو مش بثلاثه، ب 2 مليون و700 الف. تمام. لما بعد سنتين لما تيجي تبيعه، هل هتبيعه ب 3 مليون؟ هتكسب فيه، هتبيعه ب4 على الاقل او ب5 مليون. يبقى انت كسبت فيه ولا ما كسبتش فيه؟ وساعتها الدولار هيبقى بزياده وباعلى من كده بكتير. يبقى انت كسبت فيه كسن وكفلوس، يعني كدولارات، يعني ككل حاجه. يعني يا اباني هما ما عرفوش يردوا عليك، صح ولا مش صح؟ دي حاجه. الحاجه التانيه، انت عمال تقول تلفت عليه، لو ده هما المفروض كانوا ردوا عليك صح، بس للاسف. يلا، ودي كانت نبذه صغيره يا جماعه، وما تنسوش معانا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.